كلمتين وبس. طب والحل؟ هل في طريق للخروج وفي طريق للنجاة؟ طبعا في طريق، بس لازم يكون في قرار حقيقي. أول خطوة اعترف بالمشكلة، ولو مش شايف إنك في خطر مش هتعرف تخرج منها. تاني خطوة اكسر العزل، اخرج، اتكلم مع حد، شارك في أنشطة حتى لو كنت حاسس إنك مش عايز. الإباحية بتعيش في العزل، أصل الإباحية بتعيش في العزلة، والعلاج بيبدأ لما تخرج منها. تالت خطوة حط حدود لنفسك، شيل أي حاجة بتوصلك بالإباحية، ولو بتحس بالضعف لما تكون لوحدك غير مكان الموبايل، غير مكان الكمبيوتر، اتكلم مع شخص تثق فيه يساعدك. رابع خطوة وأهم خطوة ابني علاقة حقيقية مع ربنا، مش مجرد صلاة سريعة، لكن علاقة حقيقية تشبعك من جوه وتملك الفراغ اللي جواك. في الختام، الوحدة والعزلة مش بتخلي الشخص يلجأ للإباحية، لكنها بتزود الإدمان وبتخليه يصدق إنه مش قادر يتغير. لكن الحقيقة كل شخص يقدر يتحرر، بس لازم ياخد هو أول خطوة بنفسه. في الختام، إهداء إلى روح الدكتورة شيري فؤاد، كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشورة من جامعة هولي صوفيا.